أزيد من 6000 عداء وعداءة من داخل وخارج الوطن سجلوا حضورهم في نصف الماراثون الدولي للجزائر العاصمة الذي انطلق من ملعب فرحاني بباب الواد وصولا إلى شارع زيغود يوسف الذي احتضن خط الوصول وسط تنظيم مثالي. احنا بالنسبه لنا كل الانشطه هذه قبل ما نشوفوها كنشاط يعني ولا كرياضه تنافسيه، بالنسبه لي هي يعني عمليه ثقافيه سياحيه ترقويه لعاصمه البلاد وبلمسه رياضيه فقط. الطبعة الأولى الدولية لنصف الماراثون عرفت مشاركة نخبة من العدائين الدوليين والجزائريين، واحتل المرتبة الأولى في سباق 10 كيلومترات الجزائري بوطع بلال، فيما عاد المركز الأول في سباق 20 كيلومتر إلى الكيني مايوا سايمون بعد أداء قوي. حصلت المرتبة الأولى في السباق، ذلك فضل التدريبات والجهودات اللي بذلتهم. كان تنظيم جيد، أجواء تاع منافسة. I'm happy for today. سعيد جدا لأنني فزت بالسباق الذي لم يكن سهلا في ظل منافسة كبيرة. الجزائر بلد رائع وأستمتع حقا في كل زيارة له. نصف الماراثون الدولي للجزائر العاصمة لم يكن مجرد منافسة رياضية، بل هو رحلة تجمع بين لياقة الجسد وسياحة الروح، حيث امتزج الإيقاع الرياضي ببهاء المنطقة وتاريخها.